تصريح خطير جدا لكيليان مبابي في أول ظهور له بعد خسارة وإقصاء المنتخب الفرنسي على يد إسبانيا، وفي الفضيحة الكروية التي كانت في المباراة يصفع ويبكي صحفيا جزائريا بهذا التصريح. لكن قبل أن نبدأ في سرد المزيد حول هذا الخبر الحصري ونعلم التفاصيل، كنت ترى بأن المغرب ظلم في تلك المباراة اضغط لايك للفيديو لكي ينتشر. بعد شد وجذب في مباراة أمام فرنسا، نعم إسبانيا استحوذت على الكرة أكثر من 70%، والمنتخب الفرنسي يتفرج فقط، ولم نشاهد أبدا حارس منتخب إسبانيا، عكس مباراة المغرب التي استحوذت فرنسا ولعبت فرنسا وسجلت فرنسا وقامت بإهدار فرنسا ركلة جزاء، وقامت فرنسا بهجوم على مرمى ياسين بونو. لم نشاهدها أبدا في مباراة ضد إسبانيا، بل شاهدنا فقط المنتخب الإسباني يستحوذ، يهاجم، يسجل، يمرر، ويميل يامال ينتقم لجميع المغاربة. في هذا التصريح الذي ظهر فيه كيليان مبابي على منصة الفيسبوك وتويتر سابقا، قال بأن يمين يامال إنه أسطورة مغربية، إنه اللاعب الشهم الذي قام بطرد فرنسا من هذا الكأس.